يانج شنهاي راجل مش بيقتل بدافع الغيرة ولا الانتقام، ولكن ده بيقتل بس عشان هو بيحب يقتل. من قرية فقيرة جدا في الصين اتحول لوحش بيطارد الضحايا بتوعه من بيت لبيت ومن مدينة للتانية، ودمر عشرات الأسر والعائلات بدون أي ندم. النهاردة هنحكي قصة واحد من أشرس القتلة المتسلسلين في تاريخ الصين، واللي كان اسمه الذئب الشارد. أنا محمد موافي وانت بتتفرج على كريمنال بالعربي. يلا بينا مع بعض نبدأ حكاية يانج شنهاي، الوحش اللي خرج من قلب الفقر علشان ينشر الرعب في كل مكان بيروحه. العيلة بتاعته كانوا شايفينه إن هو الأمل الوحيد، طفل صغير في وسط 6 أخوات، اتولد في يوليو سنة 1968 في قرية في الصين صغيرة اسمها زنجيجيا، ودي واحدة من أفقر المناطق في الصين. العيلة بتاعته كانت غرقانة في الفقر، ولكن هو كان مختلف عنهم، ذكي وهادي ومتفوق في الدراسة بتاعته. العيلة بتاعته كانت فاكرة إن هو اللي هينقذهم من الحياة البائسة بتاعتهم. والده ووالدته استلفوا ليه فلوس، وده كان بالعافية بس عشان يكمل الدراسة بتاعته، وكان عندهم أمل ومتأكدين إن هو هيكون حاجة كبيرة جدا في المستقبل، ممكن يكون دكتور، ممكن مهندس، أي حاجة ممكن ترفع راسهم بين الناس. ولكن بدل من إن هو يكون الأمل ليهم، أصبح هو الكابوس عليهم، وبدل ما يخدم المجتمع بقى لعنة عليه. هل ده كان بسبب الفقر أو بسبب القهر اللي اتعرض ليه، ولا بسبب حاجة هي جواه أساساً ومستنية إن هي تطلع للنور؟ النتيجة كانت مرعبة، لأن الراجل ده قتل 67 ضحية واغتصب 29 وهاجم 7 تانيين، وده كان في سلسلة جرائم بشعة استمرت في 3 سنين فقط. النهاردة دي مش مجرد قصة سفاح، ده قصة انهيار إنسان وانفجار شر ما يعرفش أي رحمة. في يوم من الأيام اتخانق مع والده بسبب ظروفه في المدرسة، لأنه كان حاسس بالضغط والإحباط، فبعت لأهله وطلب منهم إن هم يرسلوا له حبوب علشان يقدر يبيعهم أو يبدلهم بتذاكر للأكل. ولكن لما والده راح للمدرسة اتصدم لما اكتشف إن ابنه يانج غايب عن المدرسة بقاله أسبوع، وده كان من غير ما يبلغ أي حد، لأنه ساب المدرسة وهرب من البيت. ومن اللحظة دي يانج ابتدى يدور على شغل يقدر إن هو يعيش ويصرف على نفسه منه. يانج اشتغل في كل شيء ممكن تتخيله، ولكن من غير تعليم ولا أي سند، ولكن ما لقاش أي شغل يقدر إن هو يحقق له دخل ثابت أو يحقق له إن هو يعيش بكرامة. وفي يوم من الأيام وهو طالع من المطعم اللي كان بيشتغل فيه، قرر إن هو يسرق حلة. أيوة، هي حلة المطبخ، وده كان بالرغم إن هو معروف عنه إنه ولد هادي ومؤدب، ولكن الإحساس بالذنب هنا ما كانش كافي إن هو يوقفه، ولكنه كان محتاج فلوس، وبدل إن هو يرجع الحلة قرر إن هو يبيعها ويستفاد بفلوسها. واللحظة دي بالتحديد كانت هي أول خطوة في الطريق المظلم اللي هيمشيه، طريق خلاه إن هو يتعود على السرقة ويكمل في الطريق ده، وده بدون أي ندم ومن غير ما يحس برضه إن هو بيعمل أي شيء غلط. ومن هنا بدأت ملامح الوحش إنها تظهر. سنة 1992 يانج كان عنده 22 سنة. يانج هنا قابل بنت وحبها من أول نظرة، وهي كمان كانت متعلقة بيه، وده كان بسرعة جدا. العلاقة بينهم ابتدت تكبر، وكانوا بيخططوا إن هم يعيشوا مع بعض، حتى لو هم الاتنين كانوا بيمتهنوا السرقة، بس هم كانوا شايفين إن دي حياتهم ويقدروا يكملوا كده. ولكن سنة 1993 كل شيء اتوقف. الشرطة قبضت على يانج بتهمة السرقة وسجنوه. هنا حبيبته بلغته وقالت له إن هي هتستناه، وإن أول لما يخرج هيتجوزوا ويبدأوا حياتهم من أول وجديد. ولكن الحقيقة كانت أبشع من كده. يانج خرج من السجن على أمل إن هو يرجع لحبيبته، بس لقى فيه صدمة مستنياه، إن هي اتجوزت حد تاني وراحت لحالها. يانج حس إن هو انطعن، وحس إن كل شيء ما بينهم كان كذب في كذب، كان مكسور من جواه وشايف إن هي ضحكت عليه. ومن اللحظة دي قلبه اتقفل وعقله اتلوث بفكرة الانتقام من كل الناس ومن كل الستات بالتحديد. بعد الصدمة اللي عاشها والخيانة اللي كسرت قلبه، بدأ يانج هنا يحس بوحدة قاتلة في حياته، وكل يوم كانت الكراهية اللي جواه بتكبر، خصوصا ناحية الستات. كان شايفهم إن هم سبب تعاسته وسبب الألم اللي اتزرع جواه، وكان كل ما الوقت يعدي روحه بتسود أكتر وأكتر. عدت 3 سنين وجواه كان بيزداد الغل يوم عن يوم، لحد ما جت اللحظة اللي قلبت كل الموازين وغيرت حياته. مرة وهو ماشي في منطقة بعيدة شاف ست ماشية لوحدها، وبدون أي تفكير اندفع ناحيتها وهاجمها، ولكن الغير متوقع إن هي هتقاومه بشراسة. كانوا بيتخانقوا بعنف، وأثناء العراك والصراع ما بينهم الست دي بالخوف بتاعها والرعب منه والمقاومة بتاعتها قدرت إن هي تقطع جزء من لسانه. الألم كان لا يوصف، ويانج حرفيا جسمه اتشل. في اللحظة دي الست استغلت
ضعف يانج وهربت منه، ولكن اللي حصل ده ما كانش الرادع ليانج، ده كان هو نقطة الانفجار الكبيرة في حياته. من بعد اللحظة دي اتحول الكره اللي جواه لغضب دموي، قرر ان هو ما يعرفش الرحمة تاني، وان اي ست هتقابله مصيرها معروف. بعد ما الست دي نجت من بين ايدين يانج اتقبض عليه مرة تانية وكان بسرعة جدا، وتوجه له تهمة محاولة اغتصاب، وهنا المحكمة حكمت عليه ب5 سنين سجن، ولكنه خرج بعد 4 سنين بس قبل موعد الإفراج بسنة. خرج من السجن شخص مختلف تماما، مليان حقد ومليان غضب ومليان كراهية لكل شيء حواليه. هو في دماغه ان هو اتولد فقير والدنيا ظلمته واتخان واتسجن وكمان اتعرض للإهانة ومش لاقي شغل يعيش منه بكرامة. كل ده كان بيزيد الغل جواه، وكل يوم بيعدي بيقربوا للحظة الانفجار، واللحظة دي للأسف جت فعلا. في تاريخ 19 سبتمبر سنة 2000 ارتكب يانج أول جريمة قتل ليه. دخل بيت في زوجين مسنين وكبار في السن في مقاطعة اسمها هينان، وكان ناوي ان هو يسرق هنا بهدوء. الكلب بتاعهم ابتدأ ينبح بصوت عالي وده خلاه يتوتر، ولكن في لحظة رعب مسك حجر كبير وضرب الزوجين وهم نايمين وقتلهم في سريرهم بدون أي رحمة، وبعد ما سابهم غرقانين في دمهم خد شوية فلوس وهرب. ومن اللحظة دي يانج بقى شخص تاني مختلف، بقى سفاح ما بيخافش ولا بيحس، وبدأ يعيش ويتنقل ما بين البراري كأنها البيت بتاعه، يسرق أكل من المزارع، يعيش في أي مكان، عايش كأنه رحالة، ولكن من غير سلام وبدون أي هدف غير إن هو يفرغ الكره والحقد والكراهية اللي جواه. وبالرغم من إنه هو حاول إن هو يستخبى فترة، ولكن رغبته في القتل كانت بتكبر كل يوم، ما قدرش يكبتها لأن الرغبة دي كانت بتسيطر عليه أكتر من أي شيء تاني. وفي أول يوم من شهر أكتوبر سنة 2000 اتولد وحش من قلب الظلام، اتولد وحش هينان. يانج هنا دخل قرية هادية جدا اسمها شايوينج، وكان متنكر ان هو عامل بسيط، كان بيتمشى ما بين البيوت لحد ما عينه وقعت على مشهد بريء، طفلة صغيرة بتلعب استغماية مع اخوها الصغير. البراءة اللي فيهم خلتهم هدف سهل لواحد زي يانج. يانج استنى لحد ما الليل ليل والقرية اصبحت في هدوء تام، وتسلل وعدى السور بتاع البيت العيلة دي ودخل جوه البيت. جدهم كان راجل كبير عنده 63 سنة وكان نايم جوه البيت. يانج مسك عصاية حديد وضربه بيها لحد ما موته في مكانه، ولكن الدم هنا ما كانش كفاية. يانج توجه للطفلين وقتلهم هم كمان، ما رحمش أي حد ولا حتى الأطفال، والمأساة ما وقفتش بس لحد كده. بعد ما قتلهم اغتصب الطفلة اللي عندها 12 سنة وهي حتى ميتة. في الصباح الجدة هي اللي اكتشفت المجزرة اللي حصلت دي، وبمجرد ما الشرطة وصلت الوحش كان اختفى وملوش أي أثر. من اللحظة دي يانج ما بقاش مجرد قاتل، بقى عبد للشيطان الداخلي اللي عايش جواه وما عندوش ولا ندم ولا رحمة. في أقل من سنة يانج كان شايف إن القتل مجرد رياضة ومتعة، وسيلة إن هو يفرغ الجروح بتاعته اللي عمرها ما التأمت. القتل عنده كان زي إن هو بيتنفس، كل ما بيقتل بيحس إن هو أقوى وأخف وأكتر تحكم. كان بيختار إن هو يلف في القرى الفقيرة، يستهدف الناس اللي بيفكروه بحياته القديمة، ستات ومسنين وأطفال، الكل عنده سواسية. كان بيتحرك زي الحيوان المفترس من غير عقل من غير أي رحمة، بقى فعليا هو وحش هينان. وفي يوم 15 أغسطس سنة 2001 الوحش رجع يظهر مرة تانية. الوحش رجع يتحرك في شوارع هينان، بالتحديد في مقاطعة اسمها أنهوي، وكان بيتحرك زي الشبح، كان بيمشي وسط الناس ومحدش عارف هو مين أو إن هو ناوي يعمل إيه. وفي هدوء الليل اقتحم بيت جديد تاني وقتل 3 أشخاص جوه البيت ده، وبعد ما انتهى من المجزرة دي اغتصب برضه بنت صغيرة وهي ميتة. هنا رجع وحش هينان ولكنه راجع بقوة، وبعد كده اقتحم بيت تاني وقتل شخصين وكأن مفيش أي حاجة بتحصل. في شهر ديسمبر ارتكب جريمته الأخيرة من نفس السنة، دخل بيت في هينان وقتل كل اللي فيه وسرق كل اللي يقدر عليه، وبده كان بيمهد لأكتر سنة دموية في تاريخه. وجت سنة 2002 وبالتحديد يوم 27 يناير يانج كان بيتتبع عيلة وهم راجعين البيت بتاعهم، وقرر ان هم دول الضحية بتاعت الجاية. يانج استنى لحد ما الليل عم المكان واقتحم البيت بهدوء، كان ماسك مطرقة أو شاكوش في إيده وابتدى يضرب الضحايا واحد ورا التاني. في 3 أشخاص هنا اتقتلوا بنفس الوحشية، وبرضه واحدة من الستات اغتصبها بعد ما ماتت. وبعد الليلة دي سكت شوية واختفى كأنه بيرتاح من الدم، ولكن الهدنة هنا ما طولتش. في 30 يونيو رجع وحش هينان مرة تانية، قتل 4 أشخاص واغتصب واحدة منهم، وقبل ما الشهر ده يخلص كان قتل 4 تانيين وبرضه منهم 2 اغتصبهم بعد ما مات. يانج
أصبح آلة للقتل بلا روح بلا قلب بلا أي مشاعر. ولكن في شهر يوليو سنة 2002 الدنيا ابتدت تتغير. الصين كانت بتواجه مرض جديد ومرعب اللي هو سارس، والناس هنا ابتدت تبص بخوف لأي شخص غريب عنهم. ولما شافوا يانج إن هو شخص غريب العيون ابتدت تلحقه. الفوضى اللي كانت بتحميه أصبحت دلوقتي عبء عليه ونهايته ابتدت تقرب. في شهور الخريف والشتاء يانج فقد آخر ذرة في الإنسانية بتاعته. كان مندفع في موجة من الجنون، كأن الشيطان ماسك إيديه وبيندفع بيه من جريمة للتانية. وفي وقت قصير جدا يانج قتل حوالي 17 شخص واغتصب 7 جثث بعد ما ماتوا، وترك وراه 3 تانيين مصابين بين الحياة والموت. في سنة واحدة بس اللي هي كانت سنة 2002 قتل 20 ضحية، وبكده العدد الكلي لكل الضحايا بتوعه وصل 45 ضحية. جهاز الشرطة كان تحت ضغط رهيب ومرعب. الناس عايشة في رعب وكل واحد خايف يفتح بابه بالليل. مين هو وبيبات فين بيظهر منين وبيختفي ازاي؟ كلها أسئلة ملهاش أي إجابة عند الشرطة. ولكن هنا الكل كان متفق على لقب للوحش ده اللي هو وحش هينان. ومن هنا التحقيقات ابتدت تاخد شكل مختلف تماما وأصبحت أكتر جدية. أقسام الشرطة من أماكن مختلفة بدأوا إن هم يتعاونوا مع بعض، وابتدوا يحطوا النظرية إن كل الجرائم دي وراها شخص واحد. ولكن إثبات ده كان شبه مستحيل. يانج كان ماكر ومرعب في دقته، ما كانش بيسيب وراه أي أدلة وأي أثر. كل مرة بيغتصب فيها جثة بيتأكد إن مفيش أي أثر إن هو يدينه. حتى المطرقة أو الشاكوش بتاعه كان بيغيرها بعد كل جريمة. وكان دايما يلبس شراب فوق الجزمة عشان يغطي آثار الرجل بتاعته، وبيلبس جوانتي عشان ما يسيبش أي بصمات. وده ما كانش كفاية لأنه كان بيتنقل طول الوقت، ما كانش له أي بيت أو عنوان أو منطقة ثابتة. رحال أو شبح بيظهر في أي مكان وبيختفي في أي لحظة. إزاي تمسك وحش ملوش مكان ولا عنوان ولا أي أثر؟ إزاي توقف قاتل ما بيسيبش وراه أي دليل أو أي حاجة تدينه؟ دي كان أكتر مشكلة بتواجه الشرطة، ولكن النهاية قربت وكان لازم الوحش ده يغلط ولو مرة واحدة بس. رغم إن الشرطة كانت بتضايق عليه يوم بعد يوم، يانج ما قدرش يوقف إدمانه للقتل لأنه كان أقوى من أي خوف جواه. وكان كل مرة بيقتل فيها بيجيله إحساس بالنشوة والفرحة الرهيبة، بترجع له إحساس السيطرة. وبعد 13 يوم بس من آخر جريمة ارتكبها، ارتكب مذبحة مرعبة. اقتحم بيت عيلة جديدة وقتل 4 أشخاص بدون أي رحمة، واغتصب الستات منهم بعد ما ماتوا. كأنهم مش بشر، كأنهم بس مجرد أدوات يفرغ فيهم الغضب بتاعه. ولكن مرة تانية ظهر العائق اللي كان أخره قبل كده اللي هو مرض السارس. الصين هنا ابتدت تطبق قيود صارمة. القرى والمدن قفلوا كل الحدود ما بينهم، والناس ابتدت تبص لأي غريب عنهم بريبة شديدة. ايه اللي جابك هنا؟ او انت مش في المكان المفروض تكون موجود فيه. وبسبب ده تحرك ليانج اصبح متحجم وملوش أي أماكن كتيرة يقدر يروحها، وابتدى يبعد عن القرى ويتنقل ما بين أطراف المدن، وبينام في التلال كأنه حيوان بيستخبى من الصيادين. الهدنة دي خلت يانج يرجع يفكر تاني. هل عايز يفضل يكمل في طريق الدم؟ هل القتل هو الحل؟ يمكن كان ابتدى يزهق أو يتعب أو إنه يحس بتهديد حقيقي، ولكن الوحش اللي جواه لسه ما ماتش. وفي يوم 23 مارس سنة 2003 بعد ما اتكشف وهو بيسرق من المزارع، يانج هنا هرب واقتحم بيت جديد، قتل 4 أشخاص تانيين وبرضه اغتصب منهم واحدة بعد ما مات. أجهزة الشرطة كانت موجودة بشكل زايد جدا في هينان، فقرر إن هو يهرب للشمال، وهنا ركب أتوبيس وراح لمقاطعة اسمها شان دونج. ولكنه أول لما وصل هناك في شهر إبريل، يانج هنا فقد السيطرة مرة تانية وقتل 2 من الأزواج المسنين. ولكن حس هنا إن الوضع بيضيق عليه أكتر من أي وقت فات، فهرب لمقاطعة اسمها خبي، وقرر إن هو يتوقف عن القتل، وقال لنفسه خليها بقى تمشي سرقة وخلاص. وعاش 4 شهور كاملة بدون دم، ولكن مش بدون اضطراب. في مرة وهو مع واحدة من فتيات الليل طلبت إن هو يستخدم وسيلة الحماية. الطلب البسيط ده خلاه يتنرفز ويشيط من الغضب. كان حاسس ان هو مرفوض ومش محسوب ان هو راجل، وده كان كفيل ان هو يرجع الشيطان اللي جواه مرة تانية. طلع من عندها مش شايف قدامه ومخه بيغلي، وكان بيدور على اي حد يفرغ فيه الغضب بتاعه. في شهر اغسطس بالتحديد يوم 5 سنة 2003 يانج هنا لقى بيت تاني، نط من الشباك ودخل في صمت كالعادة بتاعته، وما خرجش قبل ما يقتل ال3 أشخاص الموجودين في البيت ده. وبعدها ب3 أيام في ست أهنته بكلمة أو تصرف، وده كان كفاية مرة تانية إن هو يشعل النار اللي جواه من جديد. ما استناش كتير، وبالليل استخبى في الضلمة واقتحم بيت تاني، وقتل 5 أشخاص جوه البيت ده بدون صوت وبدون أي تردد. وتاني بعد ما خلص اغتصب الستات وهم جثث باردة. وساعتها كان واضح إن الكارثة دي خرجت عن السيطرة، والشرطة هنا ما كانش قدامها إلا إن هي تتدخل وبكل قوة.
وبعد أسبوع واحد بس من آخر مجزرة نظم مكتب التحقيقات الجنائية ووزارة الأمن العام اجتماع عاجل مع كل رؤساء الشرطة في كل المقاطعات اللي ظهر فيها وحش هينان ده. وفي 28 أغسطس اتحطت خطة كاملة و12 ضباط في كل منطقة مستعدين لأي بلاغ أو معلومة توصلهم للوحش. والفرصة دي جت في 2 نوفمبر. وصل لفريق التحقيق بلاغ في فندق في مدينة سانج تشو. كان في حد بتصرف هناك بغرابة، معهوش بطاقة هوية ولا أي إثبات لشخصيته، وبيتمشى حوالين مدرسة ابتدائي وبشكل مريب. مدير الشرطة هنا ليو جيان طلع بنفسه ومعاه قوة مكونة من 2 ضباط وتابعوا الراجل ده خطوة بخطوة. ما عداش وقت طويل والراجل ده أخد باله إن في حد بيراقبه، حاول إنه يهرب ولكنه ما كانش أسرع من القانون. اتقبض عليه في لحظات، ولما اتحجز وطلبوا منه إن هو يثبت هويته ما قدرش يثبت هويته. ولما فتشوه لقوا معاه سكينة اللي هي بتتفتح وتتقفل على بعضها. كل شيء حواليه كان بيقول إن هو شخص مش طبيعي، ولكن اللي خلى الشك إن هو يتحول لحقيقة إنهم لاحظوا إن هو بيتكلم بلكنة هينان، وساعتها هنا الشك بقى يقين، وألقوا القبض عليه ونقلوه للاستجواب. وبعد 3 أيام من الانتظار ظهرت النتيجة اللي ما كانش فيها أي مجال للهروب. عينة الدم تطابقت مع عينات الدم اللي كانوا بيجمعوها من مسارح الجرائم بتاعته اللي ارتكبها قبل كده. الوحش هنا اتفضح والاستجواب الحقيقي بدأ. خلال فترة التحقيق يانج كان مهتم إن هو ينظم هدومه كأنه عايز يظهر بشكل مرتب وأنيق، ولكن تصرفاته ما كانتش بتعكس أي شيء عنه. بعد 3 ساعات بس من الاستجواب بدأ يبان عليه التعب النفسي، كان بيطيل النظر للسقف لفترات طويلة جدا والدموع بتاعته بتلمع جوه عينيه. ورغم كل ده كان مصر إن هو يفضل حر، وبيقول إن الشرطة مش هتقدر تثبت عني أي جرائم. كان بيصرخ ومش فاهم إن كل الأدلة قدامهم، وقال لهم لو عندكم أدلة أنا هعترف عليها. ولكن بعد تحقيقات طويلة وجولات من الضغط قرر أخيرا إنه يعترف بكل الجرائم اللي ارتكبها. والغريب إن هو بيحكي عن الجرائم بتاعته كان بيبتسم وبيضحك، وقال إن القتل كان مثير جدا بالنسبة له. ولما سألوه عن السرقة كان بيرد باستكبار وتعالي، وشايف إن السرقة حاجة تافهة ومش مهمة. وفي أكتر من مرة كان بيسرق الفلوس من أماكن الجرائم بتاعته، وبعدها بياخد الفلوس دي ويرميها بعيد لما بيكون بعيد عن مكان الجريمة. الغريب إنه كان بيتعامل بأدب واحترام مع الشرطة وبيشكرهم على تعبهم. وفي مرة قال لهم إن هو ممتن ليهم إن هم جابوا له هدوم في السجن. وبعد 3 شهور يوم 1 فبراير سنة 2004 حكمت عليه محكمة الشعب بالإعدام. يانج رفض استئناف الحكم، وبعد 13 يوم بس من إصدار الحكم بالإعدام تم نقله لمنطقة اسمها لوهو، وده كان لتنفيذ حكم الإعدام، وده كان في مقاطعة هينان. وهنا نفذوا فيه حكم الإعدام برصاصة. وبكده انتهى فصل وحش هينان من التاريخ اللي كان بيتجول في الضلمة بتاعت الليل ويرعب الجميع بطريقته الوحشية والدموية. من صبي ذكي اتحول لشخص مليان كراهية وانتقام، انتقام من حياة ظلمة ومن صديقته اللي خانته، وبقى وحش بلا هدف وبلا ضمير، عايش بس عشان يقتل ويهرب من العقاب. النهاردة يانغ شينهاي بيعتبر أكتر وأشهر قاتل متسلسل في تاريخ الصين كلها. قتل 67 ضحية وسبب ألم ما بيتنسيش وما بينتهيش، وبصمة سودة في صفحات التاريخ. انت دلوقتي كنت بتتفرج على كريمنال بالعربي، البرنامج اللي بيجيب لك أبشع القصص عن قضايا مقفولة وقليل اللي اتكلم عنها. لو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، وروح شوف الحلقات اللي فاتت واستنانا في الحلقات اللي جاية، وسيب لنا تعليق في الكومنتس. شكرا ليكم.